حلم البط في المنام. فهنتناول هذه الرؤية من شتى جوانبها بأمر الله تعالى، علشان أي حد بيسأل عن هذه الرؤية يعرف إيه التفسير بتاع الرؤية اللي شافها دي. فبداية البط في منام البنت العزباء أو الفتاة العزباء، البط في منام الفتاة العزباء بيدل على إيه؟ البط في منام الفتاة العزباء بيدل على السفر. يدل على إيه؟ على السفر. وأيضا بيدل على النجاح، ويدل أيضا على تحقيق الأمنيات اللي هي بتتمناها هذه الفتاة بأمر الله تعالى. ده بالنسبة للبط الأبيض. أما البط الأسود في منام الفتاة العزباء غير محمود. البط الأسود في منام الفتاة العزباء غير محمود. ليه؟ البط الأسود في منام الفتاة العزباء بيدل على الهم، ويدل على الفشل في بعض الأمور. يدل على الهم البط الأسود والفشل في بعض الأمور. بالنسبة لمين؟ بالنسبة لبنت العزباء. فرؤية البط الأبيض محمودة جدا بالنسبة للفتاة العزباء. طيب البط الأبيض في منامها بيدل على إيه؟ بيدل الفتاة العزباء البط الأبيض على كثرة طرق الخير، كثرة طرق الخير. وبيدل الرؤية، رؤية البط الأبيض وهو مذبوح بيدل أيضا على خير للفتاة العزباء، سوف تحقق أمانيها، وبتدل الرؤية على نجاحها والتفوق وحصولها على ما تتمناه بأمر الله تعالى. والبط الأبيض رؤيته وهو يسبح في الماء رؤية أيضا جيدة. عندما ترى الفتاة العزباء البط الأبيض وهو يسبح في الماء، فهنا الرؤية بتدل الفتاة العزباء على السفر وعلى الزواج من شخص ثري. عندما ترى البط الأبيض بيسبح في الماء، فالرؤية هنا بتبشر بالسفر والزواج من رجل صاحب مال أو صاحب جاه، رجل ثري. تمام. ويعني الرؤية محمودة جدا للفتاة العزباء، بشرها بالزواج من شخص ثري، وهيجعل حياتها في سعادة وهناء وسرور بأمر الله تعالى. تمام. والبط الأبيض في منام المرأة المتزوجة بيدل أيضا على كثرة الخير والرزق في بيتها واستقرار حياتها والتفاهم والحب الذي يسود بينها وبين زوجها بإذن الله تعالى. وبالنسبة للمرأة الحامل البط الأبيض في منامها دلالة على سعة الرزق، دلالة على سعة الرزق وولادة مولود ذكر. البط الأبيض في منام المرأة الحامل دلالة على إيه؟ دلالة على سعة الرزق، ودلالة على مرور الحمل بسلام، ودلالة على أن نوعية الجنين اللي في بطن المرأة الحامل ولد بأمر الله تعالى. وأيضا الرؤية بتدل على سهولة الولادة ويسرها وتمتع المرأة ووليدها بصحة جيدة بإذن الله تعالى عندما ترى هذه الرؤية. طيب بالنسبة لرؤية البط الصغير أو الكتاكيت، البط الصغير والكتاكيت في منام الفتاة العزباء بيدل على كثرة الأمنيات وتحقيقها. عندما ترى البنت العزباء البط كان صغير، تمام، أو كتاكيت صغيرة، فهنا الرؤية بتدل على كثرة الأمنيات أو الأماني وتحقيقها بأمر الله تعالى. فعندما ترى البنت العزباء أن هذا البط الصغير أو الكتاكيت بتسبح في الماء، فهذا يدل على الزواج القريب وسعة الرزق في المال والنعم الكثيرة التي سوف تحصل عليها هذه الفتاة العزباء بأمر الله تعالى. وهذه الرؤية للمرأة المتزوجة والحامل عندما ترى هذه الرؤية تدل على كثرة النسل والذرية الصالحة بأمر الله تعالى. عندما ترى المرأة الحامل أو المرأة المتزوجة البط الصغير أو الكتاكيت الصغيرة وهي تسبح في الماء، فهنا الرؤية بشارة خير بكثرة الذرية، كثرة النسل والذرية هتكون صالحة بأمر الله تعالى، فهي رؤية طيبة ومبشرة. وعندما يرى الرجل هذه الرؤية بتدل على الكد في الأعمال، بتدل على إيه؟ على الكد والعمل وكثرة الأموال. يعني الكد والعمل وليه مقابل بيكون في ربح وفي كثرة أموال بأمر الله تعالى، يعني هيحصل على مبتغاه.
أما بالنسبة لرؤية البط الأسود في المنام، رؤية البط الأسود في المنام يعتبر هذه الرؤية لها عدة دلالات. رؤية البط الأسود لها إيه؟ عدة دلالات. فمنها ما يعبر عن الحظ الجيد والسعادة، سواء كان مطهي أو مذبوح أو مصطاد، يعني صيده. تمام. فالبط الذي يسبح في الماء، بالنسبة للبط الأسود الذي يسبح في الماء، بيدل على إيه؟ بيدل على النجاح، بيدل على النجاح والسفر والزواج للشاب أو الفتاة، الشاب الأعزب أو الفتاة العزباء. والبط السمين الممتلئ باللحم، البط السمين الممتلئ باللحم أفضل من الهزيل. ليه؟ السمين بيدل على رخاء العيش. تمام. البط الأسود عندما يرى في الماء فهو مبشر للفتاة العزباء، بخلاف لو رأته بعيد عن الماء، زي ما أنا قلت لكم في بداية الحلقة. فالسمين أفضل من الهزيل، لأن رؤية البط السمين بيدل على رخاء العيش وترف المعيشة، يعني الرخاء، السعادة. وأيضا يعني هذه الرؤية قد تدل على الرئاسة، وقد تدل على القوة، وتدل على الوقار لصاحب الرؤية. وهناك بعض من أول هذه الرؤية، رؤية البط الأسود، من بعض علماء تفسير الأحلام على أنها هم ونكد، هم ونكد وإخفاق في المشاريع أو الشهادة أو فشل خطوبة أو زواج. تمام. فدول بنوا تفسيرهم على أساس عندما يرى البط الأسود خارج الماء. أما عندما تراه الفتاة في الماء فهو رؤية جيدة بالنسبة لها، ورؤية جيدة أيضا للمرأة المتزوجة أو الحامل أو الرجل عندما يرى البط يسبح في الماء. تمام. طيب رؤية البط المذبوح، رؤية البط المذبوح ماذا تحمل هذه الرؤية؟ عندما يرى الرائي البط المذبوح في المنام، فهنا الرؤية تدل على زوال الهموم، زوال الهموم والنجاة من الكرب. وقد تدل هذه الرؤية على إرث، تدل على إيه؟ ميراث. تمام. ورؤية البط الكبير في المنام بيدل على كثرة المال. تمام. بيدل على إيه؟ على كثرة المال. رؤية البط الكبير في المنام بيدل على كثرة المال. وبالنسبة للرجل يدل على زواجه من امرأة ثرية وجميلة جدا. بالنسبة للرجل عندما يرى البط الكبير، فدي للرجل الرجل المتزوج، دي بتكون دلالة على زواجه من امرأة هذه المرأة ثرية وعلى قدر من الجمال، يعني امرأة جميلة. أما أكل البط بيدل على استقرار الحياة. أكل البط بيدل على استقرار الحياة العائلية أو الزوجية بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج، وبتدل على رغد العيش، رغد العيش. ورؤية البط المطبوخ مستوي وجاهز ومطبوخ في المنام، فهي بالنسبة للعزباء بتدل على وصول الفتاة العزباء لأهدافها أو لأمانيها، تحقق أمانيها أو وصولها لأهدافها اللي هي تتمناها ونجاحها أيضا. وأيضا تدل هذه الرؤية، رؤية البط المطبوخ في منام الفتاة العزباء، على قرب زواجها، قرب زواجها. وبالنسبة للمتزوجة بتدل رؤية البط المطبوخ على الهدوء وراحة البال وسعادتها مع زوجها. وهذه الرؤية للرجل بتدل على كثرة طرق الخير وتمتع الرجل يعني بزوجة صالحة ومطيعة وعلى دين وعلى خلق. عندما يرى البط المطبوخ يعلم أن لديه امرأة صالحة وامرأة جميلة ومطيعة وعلى دين وعلى خلق. وهذا ما أردت أن أبينه لكم من رؤية البط في المنام. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.